السلام عليكم ومساء الخير شباب، يومكم طيب ونهاركم مبارك إن شاء الله. فيديو سريع إن شاء الله للشباب الهواة اللي أول مرة يربوا القرديل بغرض الإنتاج، يبوا يشوفوا إنتاج، يبوا يطلعوا طواوير. أول شيء نسأل الله يسهلكم ويبارك لكم ويرزقكم من فضله. ثاني شيء لاحظت أن في عدد من المنشورات لا بأس به، الشباب يسألوا على موسم الأحضان، هل بدأ الموسم ولا مازال؟ ممكن يشوفوا في بعض المنشورات بعض الشباب يعرضوا عندهم شغولة، عندهم إنتاج كناري، يعني فروخ قاعدات في العش بعمر أسبوع وأزيد أو أقل. الموسم الطبيعي مازال ما بداش بالنسبة لإحضان القرديل. إحضان القرديل الطبيعي يبدأ في شهر مارس إلى غاية شهر أغسطس، يعني مع بداية فصل الربيع، يقعد فصل الربيع والصيف اللي هو من شهر 3 نص 3 وحتى بداية 4 إلى غاية شهر 8. فهذا الموسم الطبيعي. فنصيحة صديقي، ما تستعجلش واصبر على رزقك وبإذن الله ربي يرزقك. فلو انت من الناس اللي ما تصبرش وممكن يأثر عليك هو سلبا، تلقى روحك ناحية انتاية هي مشيت بعتها شريت انتاية تانية غيرت تذكر، تو الوقت هو يعتبر الوقت الحساس، هذا وقت الصبر. فلو انت من الناس هي اللي ما تصبرش، وانا واحد من الناس في بداياتي ما كنتش نصبر للأسف ورد علي سلبا، لين تعلمت وتعلمت الصبر. فكيف تتسلى وكيف تصبر لهذيك الفترة؟ ربي كناري، ربي كناري، دير كوبيات كناري اتسلى بيهم، دير انتيات زوز 3 انتيات معاهم كناري ذكر، تلقى روحك حضنت، استفدت، عرفت كيف تتعامل مع الفروخ في بدايتهم، عرفت كيف تتعامل مع انتيات البدريات اللي يبدأ أولهم تجربة. فلبين ما جاك موسم الأحضان متاع القرديل تلقى روحك مهيأ بإذن الله وعندك الخبرة ولو البسيطة. فربي يسهلكم ويرزقكم جميعا إن شاء الله.